تروب يرفض عاشور وعواد يرحل والوديات تاخده بالطائرة. تروب يرفض مشاركة عاشور في السوبر. الدنماركي ياس تروب مدرب النادي الأهلي رفض فكرة الدفع بإمام عاشور في مواجهة الفريق غدا الخميس أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر حتى لو جزء بسيط من اللقاء. تروب أكد أن وجود إمام عاشور في قائمة السوبر لتجهيز وتنفيذ برنامج التأهيل تحت إشرافه، والمشاركة في مباريات السوبر تمثل خطورة ولن يجازف بها. محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك. محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك أخطر جون أودوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك برغبته في الرحيل خلال الانتقالات الشتوية. محمد عواد رفض خروجه من الحسابات وأكد أنه يرغب في المشاركة ويسعى للخروج من الزمالك بأفضل شكل ومرضي لجميع الأطراف. الزمالك يرفض وديات طائرة السيدات. رفض مجلس إدارة نادي الزمالك طلب الجهاز الفني لفريق الطائرة سيدات بخوض مباريات ودية قبل بطولة العالم للأندية بالبرازيل. الزمالك قرر مشاركة الفريق في البطولة وعدم إقامة مباراة ودية ومعسكر في البرازيل بسبب الأزمة المالية. هنداوي مستمر في الاحتراف. كريم هنداوي حارس مرمى فيتسلار الألماني رفض فكرة العودة للدوري المصري عبر بوابة الزمالك في الفترة القادمة. كريم هنداوي تمسك بالاستمرار في تجربة الدوري الألماني من أجل الحفاظ على تواجده في حسابات المنتخب الأول، واللي غاب فيها عن التواجد في المعسكر الأخير في البرتغال. ناشئين الفراعنة يفتتحون كأس العالم بأول فوز. حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أول فوز له في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة بقطر بعد الفوز على هايتي 4-1 في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة. منتخب مصر يواجه في الجولة الثانية منتخب فنزويلا اللي استطاع الفوز على منتخب انجلترا في مفاجأة كبيرة 3-0، ويسعى منتخب مصر للفوز او التعادل امام فنزويلا لتأكيد صعوده الى الدور الثاني. مع تمنياتنا لمنتخب مصر الناشئين بالتوفيق ان شاء الله والتأهل الى الدور الثاني. خلصنا حلقتنا النهارده، استنونا في الجديد. ما تنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهارده: رأيك في رحيل محمد عواد عن نادي الزمالك؟